شكون اكثر منتخب شد الانتباه؟ انا نعرف الاجابه. شد الانتباه، لكن هذاك هو حاليا ترتيبه واللاعبين اللي فيه يعطيك أصبح منتخب كبير كما الكبارات اللي في أوروبا. والمنتخب المغربي الحقيقة منتخب تفرج فيه البارحة ضد المنتخب النرويجي، منتخب عتيد عنده لاعبين كبار في فرق كبيرة في أوروبا. حتى اللاعبين اللي جابهم المدرب الجديد ميهوب تقريبا لاعبين ممتازين وينجموا يعوضوا اللاعبين اللي ما مشيوش للمونديال هذايا. البارحة شفنا منتخب كبير عربي اسمه المغرب، لكن كما نقولوا صبغة أوروبية. الكاليتي موجودة سواء من مستوى الدفاع إلى مستوى الهجوم. الحقيقة حارس كبير اسمه بونو. أنا نقول ما نحبش نقول أنه هو المنتخبات العربية بصفة عامة. أنا شفت زادة كيف شوبير، شفت فما حراس مرمى موجودين في العارين، تعرف اللي بنسبة 50% فما مأمن التالي دفاعيا، لكن بونو في واد آخر الحقيقة. مع المستوى الوسط الميدان المستوى الهجومي بالنسبة لي أنا راهو يبعد المنتخب المغربي على المنتخبات الأخرى. بالنسبة للمنتخب المصري مجموعة يظل ينجم يحاول أنه يكون فيها على الأقل يترشح في المرتبة الثالثة ضد المنتخب البرازيلي. شوبير هو أحسن لاعب، منع تقريبا تصديات كانت يمكن 7 تصديات ممتازة بالنسبة للحارس هذايا. لكن هذا ما يمنعش اللي فما حتى المنتخب المصري فما مباريات ينجم كما نقولوا نحن يكون فيها موجود، مش المباريات ضد المنتخب الكبير المنتخب البلجيكي ولا منتخبات أخرى، لكن حتى المنتخب المصري عنده بيع وذراع وعنده لاعبين اللي ينجموا يصنعونه الفارق سواء مرموش. فما بشوية تحفظات على محمد صلاح لأنه محمد صلاح كيف زاد عقد من إصابة، ماهوش محمد صلاح اللي نعرفوه زاد بالنظر للعمر. لكن المنتخبات الأخرى منتخب الجزائري كيف على غرار المنتخب المغربي كيف عنده الكاليتي موجودة في من لي كومبارتيمون الكل، سواء حتى زيدان اللي الناس الكل تنبأت أنه مش باش يكون حارس كبير أو ما ينجمش يضيف للمنتخب بعد المبوحي، ما ينجمش يضيف للمنتخب الجزائري. لكن ضد المنتخب الهولندي تقريبا تصديات في الشوط الأول كانت هي اللي خلت المنتخب الجزائري معناها يفوز بنقاط المباراة. المنتخبات الأخرى على الحقيقة كلها متساوية، ما نستناوش برشا من المنتخبات الأخرى. الأردن المنتخب العراقي نوعا ما يمكن ينجم يكون شوية بالنظر للمجموعة، لكن منتخب أنا يمكن المنتخبات اللي ضدهم ينجموا يلقاو رويحهم، لكن كمستويات فرق كبير بين المنتخبات شمال افريقيا والمنتخبات الاخرى المنتخبات العربيه في اسيا. لكن نرجع نقول المنتخب المغربي باش كله كلمه كما كانت له في اخر مونديال في قطر. أنيس العياري، شكون المنتخب اللي شد الانتباه أكثر بالنسبة في النتائج متاعه في الروندمون؟ نجم تقول لي مثلا خسرنا مع بلجيكا، برشا تعليقات جينا أكثر منتخب شد الانتباه تونس، خسرنا مع بلجيكا، تعدينا مش بلجيكا. كي نشوفوا مقارنة مش مقارنة هي ولكن قراءة في تحضيرات المنتخبات العربية من غير مجاملة نكونوا واضحين نقولوا المغرب والبقية في المواعيد الكبيرة، معناتها المغرب والبقية في المواعيد الكبيرة، لأنه الجزائر رغم 2 ماتش اميكو 2 انتصارات بالنسبة لي أنا ما همش ريفيرونس 2 انتصارات هذوما. نحكيو على منتخب باش يقارع على الكبار، باش نحكيو على منتخب 90 دقيقة عنده نضج تكتيكي وعنده من إمكانيات إنه المنتخبات الكبيرة يوقفها ويكون ند للند. هذا هو المنتخب العربي اللي باش يستناوه على العرب الكل حقيقة، وهذه حقيقة باش يمشي بعيد، لأنه عنده كل الإمكانيات، عنده العقلية، عنده ليتا فيزيك، ليتا تكنيك، عنده المستوى العالي، عنده ملاعبية لعبت فينال تشامبيونز ليج كيما حكيمي اليوم، عنده من لي كاليتي من نجم يتجاوب مع أقوى الأدوات الهجومية، عنده جارديان ولا عنده جارديان كبير، يعني عنده كل الإمكانيات ما ينجم يمشي بعيد. بعدين المنتخبات العربية وهذه حقيقة تقال ما تستناش منهم حاجة كبيرة الحقيقة، حتى المنتخب الجزائري يعني رغم 2 الانتصارات مراش انه مراهن للدور الثاني ولا باش يمشي بعيد بالنظر للمجموعه. فعنده النمسا وعنده الاردن. الارجنتين تنجم تكون مشكله، لكن ينجم يتعدى، لكن ينجم يتعدى ماهيش سيربريز، وزاد كي يخفق زاد بالنسبه ليه حاجه عاديه. المنتخب الجزائري ماهوش مراهن الحقيقه، بتتر اكثر حاجه انه يتعدى على الترشح، مش مراهن على الترشح. أنيس مع الأردن نجموا نحكيوا عليه، مع الأردن ماهوش منتخب جزائري، حتى مع النمسا
مانيش ضد المنتخب الجزائري، اما الحقيقه معناتها لا نعرفوا بيان سور ماكش ضد، لكن كي نشوفوا الجزائر مع لوتري شفنا ماتش كبير عملته كونتر هولندا، الحقيقه مع البريستاسيون اللي عملوها ديما لي ماتش ماهمش ريفيرونس قبل المونديال بالنسبه لي انا، لكن نشوف الجزائر تنجم تتعدى بارابور البول، الحقيقه في بول اخرى تنجمش تتعدى لانه معاك الاردن ومعاك النمسا عندك الامكانيات باش تتعدى، ما ثماش علاش. شوف احنا مجموعتنا رغم ذلك هنا ممنين نربحوا السويد، لكن المغرب في اي مجموعه مهما كانت المنتخبات وقيمه المنتخبات اللي موجوده معاه نراهنوا على منتخب المغرب. فرق بعيد ما بين تمن بمنتخب عنده الامكانيات وما بين ضربه حظ. اليوم نحكيو على المنتخبات العربيه كلها ضربه حظ، ما نحكيوش على منتخبات عندها من الادوات ومنتخبات قويه. نشوف ان شاء الله نقول انا تونس اليوم يكون دور ثاني الحقيقه رغم العائق نتاع الخمسه اهداف ورغم الهزيمه، لكن هوني كابابل مع السويد ان شاء الله تكون روح جديده من برشا بالوليدات هذوما باش نعملوا فيكتوار اولى ودخلنا في المونديال. تعرف برشا راهو ماتش السعوديه كان لنا عائق كبير في 2006 باقي ماتش نيول فوالا كان ربحنا وعملنا اكس، معناتها كانت تتبدل برشا معطيات. المنتخب التونسي عنده الامكانيات الكل مع الخماسيه والخساره تنجم تعطينا روح جديده وندخلوا بيان ابليكي والمدرب يحضر التوليفه مليح مليح مليح. لكن المغرب والبقيه بالنسبه لي انا في المشوار تاع المونديال فقط حاتم جست باش نكمل مع المنتخب المغربي لانه لاموا على المدرب المغربي البارح كان موجود في الوسط العناوي ومع ايوب اللي هو لاعب ليل 19 سنه يظهر لي ولا 18 سنه، لكن وقت اللي خرج فوالا كي دخل امرابط الحقيقه كانت باينه انه الرزن ولا في المنتخب المغربي، وهذا اللي لاموه برشا نقاد وبرشا الجماهير. علاش الخروج نتاع ايوب اللاعب اللي بالحق بروميتور اللاعب هذا، ونتنبؤوا له انه باش يكون من احسن وسط الميدان وماهوش باش يبقى برشا في ليل. باهي هاي دكتور رايك انت؟ رايي اللي المغرب قالوا الاولاد الاستثناء ثمره نتاع عمل قاعدي كبير برشا، وثمره نتاع خلينا نقولوا نتاع ماتير بريمير موجوده اللي تنجم تخدم عليها واللي قاعده تتحسن دان جور لوتر، واللي قاعدين راهو لو نيفو ما يكذبش. عرفوا جي والله الدكتور وتعبت في الجمعيات الكبيره وما تشرعش للحلم. باهي داكورد اوكي هاي تفضل خويا هاي كاس العالم تفضل ورينا. معناها لو نيفو ما يكذبش، اللي مستانس باللو نيفو، واللي مستانس يلعب في الاوروبا ليغ انيس، واللي مستانس يلعب في الشامبيونز ليغ، واللي مستانس يلعب ماتشات دو تريو نيفو. كي يجيو لي كومبيتيسيون هذوما دو تريو نيفو ما يحسش روحه ديبيزي ويحس روحه دون لو بان دون لو كومبيتيسيون عادي، دون لا كومبيتيسيون عادي لابيتويل نتاعو اليومي نتاعو. يعني احنا نحاولوا طون بيان كو مال افيك تو لي زوتي، وراني مانيش والله لاني نحد معناها ولا نحبط في العزائم، نحكي راهو براغماتيك فهمت باش نلقاو حلول. من بعد هما عندهم زخم كبير من اللاعبين اللي يلعبوا في احسن 7-8 شامبيونات في العالم. اليوم معناها برشا عباد كيما مرة فاتت نحكي ونعيمه قلت برشا عباد تعجبوا من الفيكتوار تاع كوت ديفوار كونتر فرنسا. عادي ما انا قال دوي مسنس يلعب معاهم حياته كامله وغدوه تلقاه في البريمير ليغ. ما كيسكي شانجي لو فات اللي تراو اسم كوت ديفوار يتحط. كي جيتو تراو في جيلادوي بار اكزومبل هو يلعب مع ارسنال ولا وستام راهو عادي. كي يرجع يلبس تريكو لورانجي تاع الكوت ديفوار ولا مش عادي هو بيدو. هو بيدو صحيح. معناها اليوم كي كنتوا تحكيوا مثلا توا على المغرب حكيمي هو بيدو اللي لاعب شامبيونز ليغ، مزراوي هو بيدو يلعب مع البايرن، الاخر فهمتني كما يسابيل العيناوي هو بده يلعب مع روما، الاخر هو بده يلعب مع ليل، دياز هو بده يلعب ابراهيم هو بده يلعب في مدريد يعني في القمه على طول العام هو بيدو معناها نفس اللاعب. جيت نحيت له تريكو الكلوب عطيت له تريكو السيليكسيون المنتخبات دكتور جست كلمه الاخرانيه اني جو سي با دو لافي مع الجزائر. بور موا الجزائر اوسي ماشيه على خطى مش المغرب مي على خطى مشروع ممتاز، واللي عندها معناها اكتويلمون زاد ان بول دو جوار محترمين برشا وعندهم افنير ممتاز. أمون أفي إن شاء الله نكونوا إحنا تونس إن شاء الله بلادنا يا ربي نكونوا بارمي 3 ماكسيموم فوار 4 بلدان العربية اللي باش يترشحوا للدور الثاني، خاطر كيما كنا نحكيو سو سرا تري ديفيسيل البلدان نتاع عرب اسيا باش يترشحوا معناها سي فريمون تري. الارجنتين، الجزائر، النمسا ومنتخب الاردن البي سيليستي بطل العالم في 3 مناسبات، اخرها في فينال لوسيل ضد دوك 3-3، ثم بضربة الترجيح ميسي يتوج باول لقب مونديالي ليه. المنتخب الارجنتيني مدجج بجمله من النجوم، نحكيو على إنزو فرنانديز، على ليونيل ميسي، على الفاريز، على سيميوني، على لوتارو مارتينيز، على اوتاماندي، لوسيلسو، رودريغو دي بول. الحقيقه كم كبير من النجوم للارجنتين. الجزائر كيف الحقيقه منتخب طموح، منتخب شفناه ضد هولندا عمل طرح كبير برشا، بولبينا، عوار، الحارس زيدان، بوداوي، رياض محرز، حاج موسى، نجوم كبار برشا للمنتخب الجزائري. المنتخب النمساوي تفرجنا فيه ضد المنتخب التونسي، محترم ومحترم جدا
ياكد السمعه اللي خذاها في السنوات الفارطه. منتخبنا شمال الاردن هو الحلقه الاضعف على الورق في انتظار لما لا منتخبنا شمال الاردن يكون عنده حظوظ بتحقيق على الاقل انتصار للمرور للدور القادم. لو انه المجموعه هذه فيها زوج منتخبات عربيه نجم نقولوا بنسبه كبيره برشا ثم منتخب عربي على الاقل في الجروب هذه نجم يتعدى حتى كافضل ثوالث. محمد علي ليسونسيال ما يتعادلوش هكا هو في بعض اي فوالا هذا اللي خايف منه حتى. دونك شوف الارجنتين معناتها كي تسمع انت كيما هكا الاسامي معناتها تبدا بميسي وبعد تسمي البقيه. خاطر انا راني بعد تونس نشجعها هي الارجنتين ونتبع فيها ونتفرج انت تعرف انا معاك في انت ما حبيتنيش تقول انزو فرنانديز قبل ميسي. صحيح. المشكله الوحيده نتاعها هي توا الارجنتين اللي هما الملاعبين الكل كبار في العمر معناتها فان دو جينيراسيون تنجم معناتها هذه تاثر بدنيا بعد وقت اللي تتوالى المده ويتوالوا الماتشوات خاطر توا راه بزيد ماتشوات والحراره نعرفوا كبيره برشا غادي. ما ثم لاعبيه صغار كيما لكن انت اليوم سيميوني والفاريز وغيره بالضبط. لكن انت اليوم معناتها عندك ميسي انت راك ديما المرشح الاول الكاس العالم. الجزائر على حسب المباراه الاخيره اللي شفناها وعقليه اللاعب الجزيري معناتها اللي ولات عندهم تو خاطر معناتها جميع اللاعبين محترفين برا ويلعبوا معناتها في اكبر الانديه العالميه. ديما معناتها تقعد الجزائر زاد حتى هي مرشح ممتاز جدا مرشح كبير برشا باش تكون هي الثاني المجموعه بالرغم اللي معاها النمسا اللي انا معاك في الفكره انه الجزائر باش تكون قبل النمسا بالضبط. اللي النمسا على حسب شوف النمسا نعرفوها منتخب كبير برشا منتخب عنده زاد عديد اللاعبين لايمر الابا عندها معناتها عديد اللاعبين الممتازين اللي عندهم الخبره. لكن بالنسبه لي الجزائر اذا كانت تكمل بنفس الروح والعزيمه ونفس المباراه اللي عملتها المباراه الاخيره باش تكون هي النمسا من 98 اللي لعبت مونديال كيف النرويج بالضبط. وما ننساو زاد الاردن تقعد ديما معناتها تلعب الحظوظ نتاعها كامله. منتخب شفناه مجاهد منتخب ممتاز جدا عنده عدد اللاعبين الممتازين التعمري علوان نعيمات لا مضروب دونك معناتها عندها عدد اللاعبين اللي معناتها ابو ليلى الحارس ابو ليلى عندها شوف عندها عديد معناتها اللاعبين اللي هما معناتها لاعبين في انديه عربيه ابار التعمري المحترف الوحيد. لكن معناتها عندها فريق جونيور عندها فريق ممتاز عندها فريق يلعب بروح عندها يزن العرب زاد كان زاد ينجموا على مباراه ينجموا هكا يفوزوا بها تقعد معناتها ديما حظوظها وافره حتى هي. لكن بالنسبه لي نشوف لنا الارجنتين الاول الجزائر الثاني. باش نتعسف عليكم كباتن جست قولوا لي شكون المدرب الترتيب نتاع الكلاسمون في المجموعه هذه. بالنسبه لي انا الارجنتين ليه كي ما قلتيش الاردن المره هذه. الارجنتين الجزائر الاردن الاوتريش. تقول الاردن قبل الاوتريش. عربي بامتياز الكوتش عنده عروبه ما يفدلكش المباراه. شوف انا بتقدر باش نقول حاجه اللي فما ارجيومون حكى عليها منصور حكى انه الكاتيجوري داش في ليكيب ناسيونال تاع الارجنتين طلعت نتصور انه تصير مفاجاه كبيره في الدوره هذه في البول هذه انه الارجنتين مش باش ترشح النمسا ثم الجزائر ثم الارجنتين باش تكون في المركز الثالث. شوف ياسين كان هذا يصير راهو علاقتي بيك نجم تفسد. انت تعرف شوف انت قاعد تمثل العلاقه بيناتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم قناتي وقناتكم توفيق سبور. كما شفنا فيديو اليوم تعليق اعلام تونسي على حظوظ المنتخبات العربية في نهائي كأس العالم واشادوا بالمنتخب المغربي بالمستوى اللي ظهر به ورشحوا بانه يكون في يعني تأهل ادوار متقدمة ولما لا للنهائي على حساب التعليقات ديالهم على حساب المستوى صراحة المنتخب المغربي وايضا على المنتخب الجزائري. كاين جدل عليه كاين اللي قال بانه يقدر يوصل يعني كي عنده مؤهلات بحال المغرب. ولكن واحد الاعلامي التونسي صراحه فاجأني قال لهم انا ما كنرشحهمش يتجاوزوا الدور الاول يعني في علامه استغراب لهذا الاعلامي هذا بحكم النتائج اللي كيبصم على الجزائر حاليا مستوى جيد جدا. وايضا على المنتخبات العربيه قال بان جوج منتخبات هما اللي بامكان ديالهم انهم يوصلوا لشي حاجه زعما يفوتوا الدور الاول والدور الثاني عكس المنتخبات الاخرى اللي كتصنف في التصنيف الاخر. ولكن صراحه كره القدم هذه بهذه المباراه اللي شفنا مؤخرا الوديه ما تقدرش تحكم حتى شي منتخب. خلاص القول كنتمنى حق اليوم تكون الاعجاب ديالكم وتشاركوا ارائكم في الكومنتير ولا كان ممكن كالعاده تدعمونا بلايك واشتراك وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.